منتخب المغرب يفوز على منتخب الكاميرون 2-0 في كأس الأمم الأفريقية، طبعا في دور الثمانية، دور ربع النهائي. طبعا مباراة كانت كويسة جدا من قبل المغرب. المغرب سيطر، المغرب كان عالمي جدا. في الدقيقة حاجة و30 كده كان المغرب استحواذه كان 64%، حاجة عالمية جدا طبعا. منتخب المغرب كان كويس على فكرة. سجل الهدف الاول في الدقيقه 26 كان طبعا ابراهيم دياز. طبعا من اسيست من العالمي، طبعا مهاجم كويس جدا ايوب الكعبي. على طول كده طريقه تعامل عالميه، الهروب من الرقابه وطريقه التعامل كده من ابراهيم دياز النجم العالمي طبعا للمغرب ما شاء الله. طبعا سجلها كده بالاماميه كده، يعني لمسها كده لمسه فعالمي طبعا. ابراهيم دياز، ايوب الكعبي كويس، ابراهيم دياز كويس، عبد الصمد الزلزولي يا جماعه كويس جدا، كان هيسجل هدف حطها كده في الضيقه. فعبد الصمد الزلزولي كويس جدا ما شاء الله. برضو العيناوي كويس، نايف اجرد كويس، المدافع اللي جنب نايف اجرد كويس جدا. منتخب المغرب كان بيقاتل على الكوره طبعا النهارده في الدفاعات، طبعا كان عامل مباراه ممتازه طبعا من حيث الجماعيه والدفاع. طبعا برضو من اللعيبه كويسه جدا الا هو طبعا نصير مزراوي اللي قفل خالص على امبويمو طبعا صديقه في مانشستر. برضو اشرف حكيمي كويس، سفيان مرابط ايضا كان كويس، بلال خنوس كويس يعني. لكن من اللعيبه كويس طبعا اسماعيل السيبري اللي سجل الهدف الثاني. طبعا عبد الصمد الزلزولي عمل اسيست عالمي جدا كده، سويرف كده لبره وعلى طول بيسجلها في البعيده الا هو طبعا اسماعيل السيبري. كان هدف عالمي من السيبري. طبعا السيبري وابراهيم دياز بيوديان الفوز الى المغرب بحول الله تعالى. المغرب هيلاعب الكسبان من نيجيريا والجزائر بحول الله تعالى، ونعرف بكره المغرب هيلاعب مين. نتمنى طبعا الجزائر، لكن صعبة طبعا نيجيريا ومنتخب برضو تقيل، هنشوف. لكن منتخب المغرب كويس جدا طبعا ما شاء الله. عنده جماعية طبعا في الدفاع ما شاء الله. طبعا ايضا كان بيهاجم كويس. سفيان رحيمي ايضا نزل، حتى سفيان رحيمي المهاجم كان بيدافع في نهاية اللقاء. عايزين يحافظوا على الكلين شيت طبعا. بس نفسي حاجة واحدة، ان محمد الشيبي ياخد فرصة حتى لو 10 دقايق، اخر ربع ساعة حتى من المباراة. نفسي محمد الشيبي ينزل مكان اشرف حكيمي مثلا. أو افضل لاعب من الكاميرون طبعا الا هو طبعا بلا منازع كان براين مبويمو. كان بيقاتل، كان بيحاول ان هو يعمل خطورة من اول الشوط الثاني. بالنسبة للكاميرون كان في ضغط هجومي تقيل طبعا من منتخب الكاميرون، عايز يتعادل طبعا لكن ما قدرش طبعا منتخب الكاميرون يتعادل، ضيع كذا كورة. لكن ويسجل بقى والهدف القاتل من اسماعيل السيبري. لكن حاجة جميلة جدا طبعا، ألف مبروك للمغربي طبعا. وليد الرجراجي ماشي بطريقة كويسة جدا. المغرب يعتبر أقوى دفاع في كأس الأمم الأفريقية، مستقبلش غير هدف واحد، حاجة عالمية طبعا. وكويس انه في لاعب غير ابراهيم دياز سجل طبعا اللي هو اسماعيل السيبري، يعني انه كل مره ابراهيم دياز بيسجل حاجه طبعا ما شاء الله جميله جدا. لكن لازم منتخب المغرب يكون في جماعيه في الاهداف، يعني ده اللي بنقوله. الف مبروك لمنتخب المغرب. هارد لك طبعا منتخب الكاميرون قدم مباراه كويسه برضو. المباراة ممكن يكون فيها جدل تحكيمي نوعا ما، لكن يا جماعة عايزين نشكر في حاجة طبعا جميلة جدا ألا وهو الملعب. ملعب الأمير مولاي عبد الله جميل جدا يا جماعة ما شاء الله. يعني ملعب الأمير عبد الله عالمي جدا ما شاء الله. حاجة أسطورية كأنك كده بتشوف الأليانز أرينا، حاجة جميلة جدا ما شاء الله. شكرا طبعا لكل من ساهم في الملعب التحفة المعمارية، ملعب الأمير عبد الله، حاجة عالمية جدا. ألف مبروك للمغربي، فوز 2-0 في انتظار نيجيريا والجزائر. سلام.